السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله، والفيديو دوت قررنا باذن الله اني هشوف احسن كفته مشويه في اسماعيليه، وباذن الله هنعيش التجربه ديت مع بعض. وانا متحمس جدا لان انا من عشاق الكفته المشوي. اول واحد معانا وهو حلمي، يعني من فات قديم وتاه، وابو قديم والله يديمه صراحه. حلمي ده يعني من ايام الطفوله، وسجلنا كل مطعم سندوتش كفته صغير. ومعانا هنا حلمي السندوتش عامل 55 جنيه، والسندوتش وعلبة سلطة وعلبة طحينة العادية بسعر 55 جنيه. العيش كويس، يعني ما شاء الله العيش كبير، السندوتش كويس. ندوق بسم الله الرحمن الرحيم. العيش كويس متسخن، الكفتة ما شاء الله عليها زي ما هي من ايام حلمي القديم، زي ما هي محافظة على اسمها وعلى الطعم بتاعها. ما بين الطحينة، احسن طحينة برضو في الكبابجية نشوفها مين. لا الطحينة مظبوطة ما شاء الله، تقيلة، البهارات بتاعتها مظبوطة كويسة جدا. السلطة برضو فريش كويسة جدا. وتاني واحد معانا وهو ابن حلمي الكبير، رضا حلمي. طبعا كلنا عارفين رضا مكانه فين. سعره 60 جنيه، واخد بالظبط 8 دقايق، فدوت برضو سعره حلو. ونشوف السندوتش معانا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرغيف طبعا هنا في رضا حلمي اصغر سنة بسيطة. سندوتش الكفتة نفسها، صابع الكفتة نفسها اصغر شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني يعتبر مقبول، بس من رضا حلمي و60 جنيه بصراحة يعني مش شايف ان هو يستاهل 60 جنيه يعني. الكفتة ما فيهاش طعم الكفتة اللي انا دقتها في حلمي. اول ما تلمس طعم الكفتة بالبهارات ديت وطعم الفحم الشديد. اعتقد لو كان السندوتش دوت او الرغيف نفسه كان خده الفحم ديت كان هيبقى احسن بكتير. بس هندوق بقى النوج والسلطة بتاعته والطحينة ونشوف. هنا يعني ايه سايبة شوية وفيها نسبة زيت بسيطة. ندوق بسم الله الرحمن الرحيم. لا الطحينة هنا عادية خالص، يعني النوج ده بصراحة ما عجبنيش. هو بتنجان مش مخدوم خالص، مجرد بتنجان. لكن بصراحة رضا حلمي ما عجبنيش بصراحة زي حلمي. وثالث واحد معانا هو على الفحم. طبعا كلنا عارفين على الفحم اشتهر ما شاء الله عليهم، تيم كويس وكانت ناس كويسة جدا حتى في التعامل كويسين. الساندوتش بتاعهم عمل 45 جنيه، اخد بالظبط 10 دقايق. ونشوف جايبين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. علبة طحينة صغيرة معقولة برضو. علبة سلطة يعني ما فيهاش في طماطم هنا. والساندوتش وندوق نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الساندوتش هنا العيش كويس، حجمه كويس بالنسبه ان هو 45 جنيه. بس اللي ما عجبنيش فيه ان هو الكفته نفسها، صابع الكفته فيه بهارات كتيره، يعني مش هنقول مبالغ فيه، بس اللي هو فيه بهارات فيه كتيره. وطبعا الطماطم ديت بسم الله الرحمن الرحيم ما زالت هي انا بحبها جدا. هي علبه الطحينه صغيره بس مليانه على الاخر، يعني كويسه، قوامها كويس جدا. يعني بص عامله قوام متماسك، مش زي رضا حلمي. عامله زي بتاعه حلمي بالظبط بس اللون مصفر، لكن بتاعه حلمي كان لونها مبيض وكانت متماسكه نفس التماسك دوت. ندوقها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي افضل شويه من رضا حلمي، متماسكه اكتر يعني. ورابع واحد معانا وهو كريم حلمي دوت في وش المنتزه. كان بسعر 50 جنيه، ما بين في الوسط ما بين 45 وما بين 50 او 60، وخد بالظبط 12 دقيقه. طبعا اهم واحد عندنا هو السندوتش ونبص عليه. طبعا الرغيف هنا صغير شويه. والكفته تقريبا نفس حجم رضا حلمي. الكفته برضو مفتقره لطعم الفحم شويه. اللي عجبني ان البهارات قليله، يعني رضا حلمي زي حلمي زي كريم حلمي البهارات مش كتيره، بحيث ان انت بتاكل لحمه. هنا طبعا هنا السلطه صراحه يعني من السلطات اللي عجبتني. الطحينه هنا لونها ابيض نفس بياض حلمي، فهندوقها برضو ونشوف الدنيا فيها ايه. لا يعني هنا الطحينه كويسه جدا، بس كانت تفتقر شويه ان هي تبقى متماسكه اكتر يعني. وخامس واحد معانا هو ابو علي اللي في شارع الممر. السندوتش بتاعه ب 47 جنيه ونص، يعني ما بين 50 وما بين 45، سعر مقبول جدا. اخد بالظبط 10 دقايق. وهنا علبه سلطه، علبه طحينه نفس اللون الاصفر دوت اللي ما عجبنيش. التغليف نفسه مفيش ورق، مجرد ألمونيا. حتى الرغيف جاي بارد. هنجرب ونشوف الطعم. الرغيف من العيش الكبير، يعني ريحه العيش كويسه، واخده ريحه فحم كويسه. اعتقد ان ده متسخن صراحه. صابع الكفته كبير على العيش، يعني هو لو صغر الرغيف دوت على صابع الكفته التاني يبقى اعتقد كويس. يعني طعم اللحمه هنا ممتاز جدا يعني. فلا بصراحه الكفته هنا يعني تعتبر من احسن الكفته. الطحينه هنا نفس طحينه رضا حلمي، يعني نفس اللون اللي ما عجبنيش، مش متماسكه قوي. الطحينه فيها بهارات زياده، مش فيها شطه زياده قوي.
ممكن يكون حد زود الشطه الله اعلم هي، لكن اتمنى ان الطحينه تتظبط شويه، السلطه برضه تتظبط شويه. اعتقد دي الحاجات دي امرها سهل. لكن لو انا هتكلم عن الكفته فبصراحه هنا الكفته تكسب باكتساح بصراحه عن رضا حلمي وحلمي الكبير حتى. وسادس واحد معانا وهو مشويات الركن، وسعر السندوتش هنا كان برضه 47 جنيه ونص، نفس سعر ابو علي اللي في الممر، واخد بالظبط 12 دقيقه. طبق سلطه وطبق طماطم، طبق طحينه بس الطحينه مزيته، والسندوتش لا الرغيف اعتقد دوت اكبر رغيف انا شفته. ريحه العيش نفسها واخد ريحه الفحم. بسم الله الرحمن الرحيم. صابع الكفته هنا حرفيا اكني باكل حلمي الكبير، يعني الكفته ما فيهاش بهارات زياده، طعم الفحم اللي واصل للكفته كلها بالعيش كله، يعني كويس بالنسبه ان انت بتاخد دافع 47 جنيه ونص وتاخد السندوتش دوت بطعم الكباب والكلام ده كله خالص، فدوت كويس جدا. لكن بصراحه اكتر واحد لغايه دلوقتي الكفته بتاعته عجبتني هو مطعم ابو علي. هنا الطحينه حرفيا اكنها حلمي الكبير، حتى نفس العلبه بتاعت حلمي، بس حلمي طابع بقى طبعا حلمي الكبير طابع الطباعه بتاعته واسمه بتاع علبه السلطه. السلطه شكلها كويس. هنا الدقه سايبه خالص، هنا بس عباره عن ميه، فهنحاول ندوقها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه الطماطم بتاعت على الفحم عجبتني اكتر. الطماطم هنا كويسه، لو واحد بيحب الحراق والكلام ده كله هتكيفه قوي، لكن انا واحد زي يخاف من الحاجات الحاميه، فلا مش بتاعتي خالص بصراحه. فنشوف بقى الطحينه كده مع الكفته عجبتني قوي، الكفته لحمه بس يعني عجبتني قوي بصراحه، وريحتها قلبت الاوضه حرفيا نفس طحينه حلمي الكبير. بس يعني ايه ضايق طعم الطحينه، بس ايه بهاراتها كويسه بصراحه، عجبتني نفس طحينه حلمي فعجبتني جدا. واخر واحد معانا وهو مشويات حجازي. طبعا اللي فاكر ايام زمان ايام شارع المحطه القديمه، يعني انا فاكر حجازي لغايه الان، انا سمعت ان هو اللي فاتحه. السندوتش هنا عامل 45 جنيه، سعره مقبول جدا زي على الفحم، اخد بالظبط 11 دقيقه. هنا اول ميه سلطه، في ناس بتقول عليه ويسكي حلال بس انا ما بفضلش الاسم دوت، يعني السلطه كويسه. التغليف هنا ما تحسش ان هو سندوتش كفته، يعني مش فاهم ايه فكره المنديل ده اتحط بره، مش ورق بتاع ابو قديم ودوت، مش الورق بتاع الكبابجيه، ورق تحس ان هو بتاع السندوتشات البطاطس اللي هي الجديده ديت. السندوتش كبير لحد ما شاء الله، هو عمل دهنه كده، قرب كده بصوا يعني عمل دهنه شكلها كده. الكفته هنا سمينه قوي. صابع الكفته بصراحه اطول صابع كفته انا شفته لغايه دلوقتي. لا بصراحه هنا الكفته ما عجبتنيش، سمينه قوي، ممكن عشان بردت، بس انا جايب الاكل ده كله في وقت واحد. الوحيد اللي برد وعمل الدهنه ديت هو حجازي، في طعم غريب كده انا مش فاهمه، طعم دهنه انا مش فاهمها ايه هي. ممكن يكون الورق ده هو اللي عمل الطعم دوت، انا مش فاهم. يعني احنا كلنا السندوتشات كلها ما فيهاش الريحه ديت، فبصراحه يعني ما فضلتوش قوي بصراحه، فده يعتبر اسوأ واحد انا اكلته. طعم الطحينه كويس مقبول، بس يعني ايه مش نفس طحينه الكباب، يعني مفيش طعم طحينه، ممكن يكون مزود دقيق الله اعلم انا مش عارف، بس يعني الطحينه ما كيفتنيش بصراحه. بس كده تكون حلقتنا خلصت ان شاء الله، وانا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم اكتر ناس بتوع كفته. طبعا في مطاعم كتيره اكيد سقطت مني، ليها طبعا الاحترام والتقدير، وان شاء الله باذن الله في حلقه ثانيه باذن الله نحاول نجربها، بحيث ان احنا نجرب كل المطاعم بتاعه الكفته، لان انا هدفي ان عايز اوصل نعرف ايه احسن مطعم بيقدم جوده وسعر بسعر كويس، بتعامل كويس، بوقت كويس واحترام لي. ان شاء الله باذن الله بدعمكم ليا باذن الله عرفت احقق دوت واساعدكم في الكلام دوت باذن الله، وان شاء الله يا رب باذن الله قناتي تكبر معاكم باذن الله. طبعا في الاخر انا احسن مطعم حبيته ككفته هو ابو علي، بصراحه كفتته كويسه جدا، يليها حلمي، بعد كده انا مش عايز اكتر، يعني هو يعني الكفته هو احسن اتنين هنقولهم، هو ابو علي وحلمي الكبير. يلا اشوفكم على خير باذن الله.